يا ماما، عمرك حصل ولقيتي ابنك فجأة بيسألك سؤال محرج؟ سؤال خلاكي تقفي مش عارفة تردي؟ وتسألي نفسك أجاوب ولا أهرب من الموضوع ولا أغير الكلام؟ بصي، لما طفلك يسأل سؤال محرج ده مش معناه إنه قليل الأدب ولا مترباش. بالعكس، ده دليل إن دماغه شغالة وبيفكر وعايز يفهم الدنيا حواليه. ودي فرصة مهمة قوي لو عرفتي تستغليها صح. الغلط اللي بتعمله 90% من الأمهات إنهم يزعقوا أو يقولوا عيب ما تسألش كده، وساعتها الطفل بيتعلم إن الأسئلة equals غلط، ويبدأ يدور على الإجابة من الموبايل أو من أصحابه، وساعتها بقى الإجابات ممكن تبقى أصعب بكتير. الحل 3 خطوات بس يشيلوا الحرج من السؤال ويرجعوا طفلك يثق فيكي. 1. اسمعي السؤال من غير ما تتوتري ولا تعصبي. لو وشك اتغير طفلك هيفهم إن الموضوع عيب. 2. جاوبي بإجابة بسيطة على قد سنه، مش محتاجة تفاصيل، بس محتاجة صدق وهدوء. 3. ولو السؤال ملوش وقت مناسب قوليله سؤالك مهم وهقولك لما نقعد سوا، علشان يفهم إن السؤال مش غلط بس ليه وقته. مثال بسيط، لو طفلك قالك ماما أنا جيت الدنيا إزاي؟ قوليله ربنا خلقك جوه بطني، ولما كبرتي الدكتور ساعدني أخرجك وخلاص. هو مش محتاج أكتر من كده. يا ماما، طفلك مش بيكسفك، هو بيختبر أمانه عندك. لو جاوبتيه صح هيكبر وهو واثق فيكي انتي، مش في جوجل. ولو عايزاه يسألك انتي دايما مش حد تاني، ابدأي من النهاردة وافتحي باب الحوار، وصدقيني هتشوفي الفرق.